محدش هيعرف المطعم ده فين غير الناس القديمه، الناس الاكيله اللي بتحب الاكل بجد، واللي من الجيزه وبالتحديد امبابه اكيد عارف المطعم دوت وحافظه صم هو مكانه فين. فقبل ما ابدا اعمل لايك وصلي على النبي عشان نوصل 500,000 قبل العيد. فانا النهارده في مكان مختلف تماما لانه هو جزاره ومطعم، وهو مطعم نجم في امبابه. واحسن حاجه بقى في الناس اللي هناك كده ناس فريش كده ولذيذه جدا. هو المكان في الاساس جزاره، والاكلات اللي هو بيعملها كلها بتبقى من الجزاره بتاعته واللحمه بتاعته. تنزل صراحه عريضه الشوي على الفحم توديك في حاجه تاني. والمطعم كمان بيعمل مشويات كفته وكباب وطرب، وبيعمل كبده على الجريل ومكرونات وحواوشي وكل حاجه هتلاقيها عنده. الاكل بدا ينزل قبل الفطار بالظبط كده. كنت طالب الشوايه اللي انتوا شايفينها ديت. اخويا قلبي حبيبي حبيبي. انا كنت طالب كمان ملوخيه بتنزل لك بالشوك جميل اللي انتوا شايفينه دوت. وانا عايز اقول لكم بقى ان ريحه الملوخيه كانت جامده قوي. انت تعرف الملوخيه حلوه ازاي؟ اللي هي العرق بتاعها يكون مظبوط، واهم حاجه طعمها طبعا، وطعمها كان عاجبني جدا. بعد كده بقى دخلت على الشوايه اللي كان فيها اللحوم. بدات باول حاجه قطعه اللحمه الستيك. انا عايز اقول لكم اللحمه دايبه قوي وشاربه من التتبيله. تتبيله اللحمه مظبوطه بالملي بامانه، طعمها خطير قوي. انا دخلت بعد كده على الكفته. احلى حاجه في الكفته عندهم اللي هي فيها دهون كده بسيطه، والتتبيله بتاعتها كويسه جدا، كانت عجباني قوي. دخلت بعد كده على السجق عندهم طعم مميز. اللحمه اللي فيه كانت كتيره جدا ومظبوطه، وتتبيلتها كانت حلوه قوي. جربت كمان الحواوشي من عندهم، والحواوشي بتاعهم حلو بس مش احسن حاجه، مش دوت اللي انا كنت متوقعه. انا كنت كمان طالب ورقه لحمه، بس بتمنى ان هم يحطوا ورقه زبده كده فوق الفويل علشان ما يبقاش غلط على الناس. بصوا انتوا عارفين البصل كده مع البهارات مع الفلفل مع الحاجات دي كلها جامده قوي.